تعالي قوليلي قادرة تبدأي معايا النهاردة سلسلة فيديوهات تغير حياتك ولا لسه واقفة في ركن الذكريات والاحتفاظ بالشخصيات السامة؟ يا صباح الورد، صباح النشاط والحيوية والطاقة الإيجابية. لو أول مرة بتشوفيني أنا اسمي ميرا، وخليني أقولك إن حظك الحلو اللي خلاكي تفتحي الفيديو ده، لأن النهاردة هقولك على شوية خطوات تفلتري بيها دماغك وتروقي بالك من السموم اللي حواليكي. خليني أفكرك، يا ريت تدوسي على شوية الزراير اللي تحت دي، لايك واشتراك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. في أول كلامنا نسمي الله ونصلي على الرسول ونكمل كلامنا على طول. مش عاوزة أتكلم معاكي وتطلعي من الفيديو وانتي حاسة إنه كلام مكتوب على ورق، بس هقولك إن بعد سنين كتير وتجارب أكتر جاية أقولك اللي كان نفسي أعمله من أول تجربة. زائد إن إحنا كلنا كستات الضغوط علينا بتكون كتير، المسؤوليات كمان. وضيفي بقى على ده لو ربنا كرمك باختبار أو ابتلاء. ممكن تستغربيني شوية في اللي أنا هقوله، بس أنا بسمي أي اختبار أو ابتلاء من ربنا منحة. منحة أو هدية، صدقيني والله. المنحة لما تعتبريها منحة أو هدية من عنده، دايما هتحبي إنك انت تصبري، عشان لما الموضوع يعدي صبرك بيبقى ليه متعة جميلة قوي، مش هتحسي بيها لو فضلتي تندبي حالك وتقولي ليه وازاي. النهاردة عاوزين نقرر ونعمل تحدي مع بعض ازاي نروق دماغنا. وبالمناسبة لما تبقي بتحاولي تهدي نفسك وتريحي دماغك، الست الرايقة مش هي اللي ما بتتعصبش خالص ولا بتتنرفز ولا في حاجة بتستفزها. دي بني آدمة في الأول والآخر، مش ملاك نازل من السما، ولكن بتكون ست اختارت تشوف كل اللي حواليها نفوس بشرية. بمعنى إن وارد جدا النفس دي تحقد، تغل، تنفسن، تستفزك، توقعك في مكايد او ترميلك كلمة حتى لو في وسط هزار بس ما تكونش حلوة. وده اللي بيقولوا عليه دس السم في العسل، واجارك الله من دي شخصيات. ويا ريت تاخدي بالك معايا من الكام شخصية دول، عشان هنعمل لهم سيستم كده للتعامل مع كل واحد حسب اسلوبه. بس الست اللي عاوزة تفلتر دماغها بتقرر وسط كل ده تكون ست رايقة، بتاخد كل السلبيات ترميها ورا ظهرها وكأنها بتأرشفها. طول الوقت بترتب دماغها وتشوف ايه المواضيع المهمة بالنسبة لها، وأي حاجة ملهاش لازمة بتشيلها كده وترميها في الباسكت وتدخل مكانها حاجة إيجابية. ولما تقرري تروقي دماغك لازم تختاري حاجة إيجابية تشغلك وتلهيكي عن أي سلبيات وأي سموم في حياتك وأي دوشة أو شوشرة تدخل دماغك. اهتمي بولادك أكتر أو بيتك، انزلي اشتغلي لو تقدري، انزلي اشتركي في نادي أو انزلي جيم. بالمناسبة أنا لما أقولك نادي أو جيم اختاري حاجة على قد ظروفك، يعني مش شرط تصرفي ألافات عشان تروقي دماغك، لا كده ممكن تحسي إنك ضغطتي نفسك أكتر في المصاريف، ويبقى جينا نكحلها عميناها. وممكن على فكرة تعملي رياضة في البيت أو تشتغلي كروشيه أو أي حاجة هاندميد، ممكن تشتغلي من البيت ودي ليها أفكار كتير برضو. الأهم من كل ده بقى إنك تعملي حاجة تكوني حباها. اوعي وانتي بتقرري تاخدي خطوة التغيير في حياتك تعملي حاجة تضغطك زيادة. بمعنى ايه؟ انك ما تروحيش عشان عاوزة تهربي من ضغط وسلبيات تعملي حاجة مش بتحبيها، تشتغلي وانتي مش عاوزة تشتغلي، لانك كده هتبقي جبتي لنفسك وجع قلب بإيدك. الأهم من كل اللي عدى إنك تحبي نفسك عشان تقدري تواصلي، وقدري نفسك لأن هي أول حاجة ليها عليكي حق. ما ينفعش أخاف على زعل فلان أو أتحمل سخافات عشان المركب تمشي، لا مش مهم تمشي خالص على فكرة. نصلح الدنيا ونقدر نفسنا ونحترمها ونحبها عشان نصلح المركب وتمشي صح. لانك مهما جيتي على نفسك عشان ترضي ده وده هيجي عليكي الوقت اللي هيبقى نفسك برضو تتقدري، يعني هتحبي زي ما بتدي اللي قدامك كمان يقدرك ويدي، يدي معاملة كويسة واحترام. ولو لقيتي العكس طول الوقت بتقدمي احسن ما عندك واللي قدامك مش مهتم هتحسي بالخذلان. وعلشان ما نوصلش لمرحلة الخذلان انت من البداية قدري نفسك واعملي الحاجة اللي تقدري عليها، وما تكلفيش نفسك فوق طاقتها، وما تكونيش مستنية من اللي قدامك يقدرها. انتي قدريها بنفسك، لان في ناس مهما هتقدمي مش هتلاقي رد، هتقدمي ورد هتلاقي شوك. زي كده بالظبط اللي بيزرع في ارض بور او ارض يابسة هتطرح ايه او هتديكي ايه؟ ولا اي حاجة ولا اي نتيجة انتي مستنياها هتلاقي منها رد. الحل ايه بقى؟ ازرعي في ارضك انتي،
ازرعي الخير في بيتك، ازرعي الحب في ولادك وجوزك واهلك. سامعاكي دلوقتي وانتي بتقوليلي طب انا اتخذلت من اختي او اخويا او قرايبي، استني عليا بس شوية، لسه جايالك في الكلام. مش عاوزاكي تستعجلي عليا في الفيديوهات عشان لسه هنتكلم في مواضيع جاية كتير. بس اهم حاجة عندي النهاردة ان احنا نروق دماغنا. خلي كل يوم في دورية تنظيف لدماغك، تعدي اخر اليوم تمسح اي حاجة مش عاجباكي، موقف بايخ، دوشة، صداع، هزار تقيل، عشان تنامي وانتي مبسوطة. ضروري تنامي مرتاحة عشان تقدري تصحي مبسوطة ومرتاحة، يعني الشيء لزوم الشيء. خلي دايما في بالك انك لازم تحاولي ترضي عن نفسك وعن تصرفاتك طول ما انتي بترضي ربنا، ومادام عاملة الصح واللي يرضيكي ويخليكي مبسوطة فأكيد ده هيرضي ربنا، لأنه ديننا بيأمرنا نحافظ على صحتنا وسلامنا النفسي وما نرميش بنفسنا في التهلكة. فمش مطلوب منك انك طول الوقت تبهري كل اللي حواليكي وتنسي نفسك. دماغك لازم من حين لآخر يتعمل لها سوفت وير، لأن في حاجات ملهاش لازمة لو فضلتي ركناها هتلاقيها أخدت مساحة كبيرة من الهارد بتاع دماغك وابتدت تأثر عليكي بشكل سلبي، وهنتكلم في النقطة دي في الفيديوهات الجاية بوضوح أكتر. بس اللي يهمني النهاردة إنك تحضري نفسك معايا للتحدي اللي هنعمله، وإننا نقول إن إحنا قادرين نمسك إيد بعض ونتخلص من أي علاقات سامة بترهقنا وبتستنزفنا. عاوزاكي تبدأي ترتبي حياتك معايا، يعني مش لازم طول الوقت تكوني الشغالة في البيت. نفضي تراب المسؤوليات من عليكي شوية صغيرين، وكمان مش لازم تكوني انتي اللي دايما تاكلي في الطبق المكسور ولا تاكلي بقية الساندوتش. لأ، أنا عاوزاكِ من النهارده تعيشي ست، هانم، ليدي، مش طول الوقت أم فقط. أنتِ أم عظيمة، بس برضه أنتِ ست. أنتِ كده هتقضي على نفسِك، ما تاكليش ولا تشربي في حاجة مكسورة. طلّعي أحلى كوباية أو مَج عندِك واعملي فيه مشروب بتحبيه، وحضّري لِك ساندويتش زي ما بتحضّري فطار للبيت كله. انتي مهم جدا تجددي من طاقتك وتشحني الوقود بتاعك عشان تقدري تواصلي، وكل اللي حواليكي لازم يفهموا ده ويقدروه كويس جدا. ليه بتحسي انك لما بتفكري في نفسك انك مقصرة في حق حد؟ ده حقك يا حبيبتي والله. انتي مش بتعملي حاجة غلط، مربوطة في ساقية المدارس والدروس والواجبات والترويق والطبيخ وناسية نفسك. إن لبدنك عليك حق، نفسك ليها عليكي حق والله. ليه بتدفنيها وبتضيعي منها سنين وأيام وساعات جميلة؟ أنا ما بقولكيش اهربي من مسؤولياتك، أنا بس بقولك رتبيها، وكمان شيلي منها الأشخاص السامة اللي ممكن تهدر من طاقتك ووقتك، ووفري لنفسك وعيشيها أبسط من كده. عارفة إنك عندك دلوقتي كذا سؤال، بس هقولك لأ، انتي كده بتجرجريني في الكلام، وانا عاوزة اكتفي بالدردشة دي النهاردة لحد كده، عشان احنا كستات عارفين نفسنا لو فتحنا في الرغي ما بنسكتش. يا ريت تكوني استفدتي بأي حاجة النهاردة من الفيديو، ومستنية رأيك في الكومنتات عشان نشارك بعض، ويا ريت تقوليلي ايه المواضيع اللي تحبي نتكلم فيها. اشوفكم على خير في فيديوهات جاية اقوى واقوى. مع السلامة.